المجرمين ده اللي قانوني؟ المشهد اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي ده كان من أخطر مشاهد فيلم هي فوضى، لأن المشهد ده أقنع الشعب المصري وقتها بالزور إن القضا موافق على إن الشعب يخرج يخرب بحجة إنه بيغير بإيده. اللي بيحصل ده انتوا السبب فيه. احنا السبب فيه؟ تطلعوا على المجرمين ده اللي قانوني؟ ولما طول الوقت تحبسوا الناس النيابه افرجت عنهم ده اللي قانوني؟ ولما ما تشطروش اللي على الغلابه وسايبين الكبار يهاوا في البلد هو ده اللي قانوني؟ ومن المبالغة في صياغة الأحداث في فيلم هي فوضى نوصل لك إن وكيل النيابة كمان بقى مضطر إن هو يقتحم القسم علشان ياخد حقه، فما بالك أنت بقى يا غلبان. صناع فيلم هي فوضى هم اللي خططوا ورسموا للمصريين ازاي يتجمعوا وعملوا لهم بيان على المعلم. صناع فيلم هي فوضى في المشهد اللي جاي ده هيجيب لك الكاميرا بتلف على البلكونات الموجودة في المنطقة اللي في الشارع اللي الناس بتتجمع فيه، إشارة منهم إن أنت بمجرد ما تنزل الشارع أي حد هيشوفك هيتعاطف معاك وهينزل لك جري. المشاهد دي كانت بتتعرض في وقت لا اللي بيتفرج عليها ولا أهالي اللي بيتفرج عليها حضروا أو شافوا حاجة اسمها ثورة. بالنسبة لهم الثورة دي كانت ضد الإنجليز، ضد محتل، لكن هنا علموا الناس يتجمعوا ضد اسم الشرطة اللي في منطقتهم. صناع فيلم هي فوضى كانوا بيأكدوا للمصريين إن أنت حتى لو نزلت ومش عارف تعمل إيه أو تقول إيه أو تتظاهر وتصور إزاي، بالمشهد اللي جاي ده بيطمنوه إن ما تقلقش هتلاقي في ظهرك الجماعات المنظمة وهي اللي هتقود الموقف. ده اللي المفروض إن هو الحرامي اللي كان عايز يسرق الاسم، هو مهد لك إن هو يبقى معاك في نفس الصف، يبقوا أنتوا الاتنين واحد.